طمنيني بوسيني والنبي، ايه اللي حصل؟ انا والله العظيم اول مره يا جماعه ابقى في الاسم هنا، انا مش عارفه انا ايه اللي جابني هنا يا جماعه. ليه؟ خلاص يا جماعة، الموضوع انتهى، أنا خلصته. أي حاجة كلموني على طول، حبايبي هنا. ها؟ ما تخافوش، هيسألوكوا سؤالين وتجاوبوا وتخرجوا. طب هما سألوكي ايه جوه؟ انا مش فاهمه انتوا قلقانين قوي كده ليه؟ هو احنا عملنا حاجه اصلا؟ وبعدين اهدوا شويه. انت ايه اللي خلاكي اصلا تكلمي امجد؟ الله، مش لازم يبقى عارف انا فين. افرضي كلمني وما ردتش عليه، وبعدين مش ممكن يحصل لي حاجه؟ يحصل لك ايه؟ هو احنا مخطوفين؟ ده احنا في امن مكان في الدنيا، في اسم الشرطه ذات نفسه. اتفضلوا يا جماعه، الباشا مستنيكم. طب معلش ثانية واحدة بس لو سمحت، قولي لي يعني هو الموضوع هيخلص ولا ممكن يكتبوا اسامينا في الجرايد؟ اصل لو زين عرف هتبقى مصيبة. لا مش هرد. جماعة ممكن بقى شوية بوزيتيف انرجي؟ بجد وترتوني، الموضوع بسيط قوي. انا مش قادرة اصدق ان كل ده عشان حفلة توقيع. دي كاتبة بيقولوا لها ملايين، اشمعنى احنا اللي اتحقق معانا؟ يا جماعه اتفضلوا ما تجيبوليش الكلام. طب ثانيه واحده بس والنبي، عشان انا لو دخلت انا خايفه اعك او اقول حاجه انا مش فاهمه انت عماله تتوتري كده ليه؟ ما تهدي شويه. هو انت عليكي طار؟ على فكرة بوسينة وكامل خرجوا عادي، احنا مش المفروض نقلق خالص. يلا بينا. بقول لك ايه، عايزاك تأجل استلام البضاعة، أنا مش فاضية أجي. اقفل يا غبي. أنا سؤالي واضح، أنتوا تعرفوها؟ شفتوها؟ عايزين نقفل محضر التنمية البشرية اللي إحنا فاتحينه ده؟ يا فندم دي كاتبة مشهورة، أكيد نعرفها يعني، بس مش معرفة شخصية يعني. بالظبط. انا شخصيا عن نفسي شفتها مرة واحدة بس في التلفزيون، بس على ما اتذكر في برنامج نفسنا وشوشة حاجة زي كده. بص انا هقول لحضرتك الحقيقه. أيوه. انا ماليش دعوه باي حاجه. انا اصلا عمري ولا حضرت ندوه ولا حفله توقيع كتاب. اقول لحضرتك على حاجه، انا والله العظيم اول مره اسمع عن الكتاب ده، لسه من كام يوم بس، اقسم بالله. ايه؟ انت ما سمعتيش عن الكتاب خالص؟ يا بنتي ده ترند بقاله شهر، ده الكتاب ده تحفة، انت لو قريتيه. نفسنة إيه وشوشة إيه وترند إيه؟ شوية احترام للمكان اللي أنتوا فيه. نمستي. خليهم يمضوا على أقوالهم ويروحوا. أنا مش فاهم حاجة، هو إيه الموضوع بالظبط؟ لا هو مجرد اجراء بس، يعني ان شاء الله ياخدوا اقوالهم ويخرجوا على طول. مين حضرتك؟ معلش انا اسف. أنا قريب كارمن، أنا بس بحاول أوصل لها، مش عارف تليفونها غير متاح من الصبح. ان شاء الله يظهروا في ضمن. إن شاء الله خير. بنتي اتفضلوا امضوا. مش دعوه. ما قلتش حاجة. شكرا جدا. انتوا كويسين؟ يا حبيبي ما تقلقش، دي حاجه بسيطه خالص. انا هخرج اكلم تيا من بره. شكرا انك جيت. حبيبتي كويسه؟ هي كويسة. معلش يا حبيبتي، كنت بعمل تصريحات بناس معارف، طمنوني على موقفك، ما تقلقيش. المهم دلوقتي لازم اعرف ايه حكايه الست دي وفين جوزك. لا ما ينفعش خالص نكلم مالك، اصل هو موضوع غريب شوية، هبقى احكي لك بعدين. انا اسف يا جماعه ما عرفتكمش بنفسي. انا الدكتور حسام البزاوي، دكتور تجميل. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا. فرصة سعيدة رغم اني ايجنج جريسفلي. لكن طبعا التجميل مليان فروع كتير مفيدة وضرورية. تشرفنا جدا يا فندم جدا. يلا بينا يا كارمن. يلا. عملتي ايه في التحقيق جوه؟ طب بعدين يا بابا، احكي لك في الطريق. طب يلا بينا، يلا اتفضلوا.